هنا برضو باقي لي بس لمسات بسيطة على رجول الملك الله يرحمه ويغفر له. تمام. لازم أكملها. كلمت الشباب مرة ثانية، يا شباب الله يخليكم مشوا حركة السير. وبيني بينك هنا دب الخوف قلبي. أيوه. من حكاية إنه أتمسك. هنا الجزئية اللي كنت خايف فيها تتمسك. أيوه بالضبط. أوكي، وبعدين كملتها ورسمتها؟ كملتها بسرعة. الحسبة اللي في البيت 10 دقائق أخذت مني تقريبا ما يقارب 25 دقيقة. 25 دقيقة. أيوه. نزلت من على السلم لقيت تفاعل كبير من الناس وتصفيق وشالوني. أيوه. شالوك الناس في الشارع بفرح. يعني هذا أبو متعب، يعني للشعب الشيء الكثير رحمة أنت الله عليه. كتبت عبارة ذكرنا فيها؟ لا تحرجينا على الهواء، والله هي ما هي عبارتي أولا، وأعتذر من الأخ صاحب العبارة، ويا ريت يقدر يتواصل معي، أعتذر منه وأنشر اسمه. تفضل. أنا عجبتني العبارة. عبارة مين؟ العبارة المكتوبة، ما أعرف الشخص. أنا وجدتها وأحسست يعني أنها مناسبة للأصول. كفاية أنك أنت بتعترف أنه هذه مش عبارتك، عبارة أحد ثاني لكنها لمستك بشكل أو بآخر. جدا. عد لنا هي من فضلك. العبارة تقول وقف مرتوينا من حنانك ومنك والله ما اكتفينا. وين رايح التفت سلم علينا. وين رايح التفت سلم علينا. مرتوينا من حنانك ومنك ما اكتفينا. عبارة جميلة، يعني حسيت انها النصف الآخر للرسمة، يعني متوافقة مع. انت عارف قد ايه ناس عيونها دمعت من ذا الكلام؟ جدا جدا، يعني لدرجة انه جاء شخص وسلم علي وانا ارسم، يعني في المراحل الأخيرة، ونزل يسلم على رجل ابو متعب رحمة الله عليه. جاء شخص ثاني حضني وبكى. يعني انتوا تعرفوا قديش الشعب يعني يحب ويقدر هذا القائد الراحل رحمة الله عليه، الله يغفر له وينور قبره. يعني فقيد يعني بما معنى كلمة فقيد. كنت متوقع انه الدنيا تنقلب عليك في السوشيال ميديا، متوقع انه الناس تتناقل هذه الصورة بهذا الانتشار العجيب، كنت متوقع انه الناس تسأل مين هذا؟ انت شايف قد ايه الناس بتسأل. مواقع التواصل الاجتماعي انقلبت، القنوات والمحطات الفضائية لا ينكر انه كثير من المحطات بتتصل عليك تبغى تتعرف عليك. بالضبط. انت كنت متوقع هذه ردة الفعل هذه؟ والله ما كان في بالي 1% انه في شخص يوقف ورايا او يصور. ابدا. قلت يمكن لما امشي ينتبهوا الناس لانه في مكان ظلام شويه. فيعني حسابي في الانستغرام كان 12,000 متابع. لما مشيت من الموقع 11 و35 دقيقة، الساعة 12 تقريبا وصل 20,000 متابع، الآن 100,000 متابع. يعني وأنا ماشي من هناك الاتصالات انهمرت بشكل عجيب. الرسائل واتساب، الSMS من أمس إلى اليوم جوالي ما توقف من اتصالات من جميع القنوات والأخبار والجرايد. أشكرهم لتفاعلهم، وهو أبو متعب يستاهل أكثر. أكيد هو يستاهل أكثر. وأعتقد يعني باختصار شديد، أنت الآن بتطالب، أنت بتوقع أنه تنمحي هذه اللوحة أو تنمسح، ولا أنت بتطالب الأمانة أنه هي تفضل هذه اللوحة؟ والله أتمنى. أنت إنسان بسيط وعفوي، لأنك أنت كنت قلقان أنه بمنتهى البساطة أنه أحد يمسكك أنه هذه مخالفة، وقلقان من حركة السير هذه البساطة والعفوية قد إيش بتكبر بعيون الآخرين. الإنسان مهم يكون عفوي وبسيط. جميل. أنت بتطالب الأمانة إنه أرجوكم خلي اللوحة هذه موجودة. والله أتمنى يعني، وأرفع صوتي من منبركم روتانا خليجية، إنه هذه الرسمة يعني انتشرت في يوم واحد في العالم كله. يعني زي الرسمة هذه بسيطة جدا لكن تعبر عن معاني سامية. أتمنى إنه الجدار هذا يبقى ما تنطمس اللوحة، أو يعني يسمح للشباب يعني بالكتابة عليها أو يعني أشياء من هذا القبيل. أتمنى والله إنها تبقى، وإحنا نتمنى ذلك. ويمكن أنا اسمح لي كمان من هذا المنبر أوجه التحية للشخص اللي قال الكلمة
أوجه لك تحية بهذه الرسمة وهذه المشاعر اللي أنت يعني بعفويتك وبتلقائيتك وبحب كبير قررت أنه يدك لوحدها وقلبك يعني كان بيرسم، مش يعني مجرد عقل ولا شيء، كان يد وقلب اللي بيرسمه. وأنا أوجه تحية كمان لشخص صاحب هذه العبارة، لأنه بالفعل يمكن قالت كلمة إحنا كلنا كنا بندور عليها، وين رايح؟ الله، رحمة الله عليه. وأنا أحييك وأتمنى أنك أنت تستمر بمسيرتك بإذن الله، لأنك في مفاجآت إن شاء الله بإذن الله تعالى. أتمنى لك التوفيق. الله يخليك، شكرا جزيلا. شكرا لك، يعطيك شكرا لك. إذا مشاهدي الكرام، بعد هذه الفقرة وبعد هذه التغطية ما زالت مستمرة تغطيتنا لمسيرة وحب خادم الحرمين الشريفين، لكن بعد هذا الفاصل قصير وخليكم معنا.